شهد إقليم آسف مساء يوم الأحد فيضانات استثنائية وخطيرة ناجمة عن تساقطات رعدية عنيفة وغير مسبوقة أدت إلى تدفقات فيضانية مفاجئة خلال وقت وجيز وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأفادت السلطات المحلية في حصيلة محينة بارتفاع عدد ضحايا هذه الفيضانات إلى 21 حالة وفاة بعدما جرفت السيول القوية عددا من الأشخاص أو غمرت المياه عدة مناطق سكنية داخل نفوذ الإقليم. وفي مواجهة هذه الكارثة تواصل السلطات العمومية تعبئتها الشاملة من خلال عمليات الإنقاذ والتمشيط والبحث عن مفقودين محتملين إلى جانب اتخاذ إجراءات استعجالية لتأمين المناطق المتضررة وضمان سلامة المواطنين. كما تعمل مختلف المصالح المختصة بتنسيق ميداني مستمر على تقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة. وعلى الصعيد المادي سجلت مدينة آسف أضرارا كبيرة تمثلت في غمر مياه الأمطار لنحو 70 منزلا ومحلا تجاريا بالمدينة القديمة، خاصة بشارع بئر أنزران وساحة أبو الذهب، إضافة إلى جرف حوالي 10 سيارات. كما تضرر المقطع الطرقي الرابط بين آسف وجماعة إحرارة، ما أدى إلى انقطاع حركة السير بعدة محاور.